أسوأ 11 لاعب في الدوري المصري. النهارده هنتكلم عن أسوأ تشكيلة من الجولة الأولى في الدوري المصري. حراسة المرمى جنش اللي قدم مباراة كارثية قدام المصري، دخل فيه 3 اجوان، فأكيد يعني مباراة وحشة جدا. يمين محمد هاني العادي بتاعه اللي هو يبقى الوحش، يعني ممكن ال 34 جولة أحط محمد هاني في التشكيلة. في قلبين دفاع محمد عمار وابراهيم القاضي. محمد عمار مدافع الاسماعيلي قدم مباراة سيئة واتطرد كمان، خلى فريقه يلعب ب10 لعيبة. وابراهيم القاضي مدافع المقاولين غلط كتير وكان متسبب في ركلة الجزاء اللي جاء منها الهدف لزد. وباك شمال طلائع الجيش ابو بكر كيتا كان عادي بس اوحش الحلوين زي ما بيقولوا. ونيجي لنص الملعب، هنلعب ب3 وليد الكارتي اللي اتطرد في مباراة بيراميدز ووادي دجلة، واللاعب التاني محمد طلعت اللي اتطرد برضه في ماتش بيراميدز ووادي دجلة. واللاعب التالت هو الكينج محمد مجدي قفشه اللي معملش بربع جنيه اداء. اول رياكشن لليبيرو كان وهو بيشتم محمد مجدي قفشه، يعني محمد مجدي قفشه جاي باصي لتريزيجيه، الكرة مدت منه 7 كيلو قدام مثلا. ونيجي للهجوم، هنلعب بيمين عبد الرحمن مجدي وشمال محمد عنتر، الاتنين مجوش في الماتش، ما ظهروش اصلا. وفي الامام جون ايبوكا ما كانش وحش قوي بس ما كناش مستنين منه اداء ده. بس كده، سلام.